عاجل أخبار نارية تهز الكرة المغربية. في اختيارك المنطقي صحيح، واختيار ياسين بونو لأفضل حارس في هذه النسخة اختيار منطقي أم عاطفي بالنسبة لك؟ أكثر من المنطق، وسأقول لماذا. تفضل. ياسين بونو اليوم في عمر 34 سنة، لست أنا من يتحدث عنه، العالم كله يتحدث على حارس لمع بشكل رائع في نهائيات كأس العالم، بل إن هناك من يقول برغم من خروج المنتخب المغربي من دور ربع النهائي ياسين بونو مرشح لأن يكون أفضل حارس مرمى في هذه البطولة، على خلاف العادة. عادة ما يختار الحارس بين المنتخبات التي تصل يا إما للدور نصف النهائي أو للنهائي. أنا شخصيا أتفق معك، إمكانيات عالية جدا، خبرة، نضج وتأثير على مستوى المجموعة. طبعا عدد الإنقاذات، عدد التصديات، ضربة الترجيح هي التي صدها، هي الآن ماركة مسجلة في تاريخ كأس العالم. ضربة جزاء بتاع ضربة الترجيح هي سميت فجأة حرك. نعم. لم يحدث أبدا أي حارس مرمى أن صد ركلة ترجيحية بهذا الشكل، شكل رائع جدا أعتقد. وتذكر معي ليست هذه المرة الأولى التي يخلد فيها بونو في تاريخ كرة القدم العالمية بهذه التصديات. يذكر زملائي التصدي الرائع مع نادي الهلال السعودي في كأس العالم للأندية في أمريكا، في أمريكا إعجازي. فكأنه بعد السقوط وكذلك حركة إضافية وكأنه عنده 10 أيدي وليس يدين، ما شاء الله نمسك الخشب. فياسين بونو، أنا بعيدا عن العاطفة ليس لأنه مغربي، لكن ياسين بونو يستحق إلى جانب حراس آخرين أنه يكون من الأفضل في هذا المونديال. طيب، بما أنك اخترت المغربي وكثير من يتفق هناك في اختيارك، الشوبير مصطفى الشوبير كذلك اختار صابر، ونفس السؤال قدم نفسه بصورة جيدة وصورة مميزة، وهناك من يتفق مع صابر وهناك من يتفق معك، لكن هي مسألة اختيارك فقط كتساؤل، ما قدم نوع من العاطفة إضافة أن قدم نسخة مونديالية مميزة منطقية بنسبة 100%، ولا توجد أي مساحة للعاطفة في هذا الاختيار، وعندي أسبابي وعندي وجهة نظري اللي لا يختلف عليها أحد. أولا احنا بنتكلم عن دور ال16، كان في 16 حارس في دور ال16. مصطفى شوبير اصغر حارس في دور ال16، الاصغر عمرا ما بين جميع الحراس، 26 سنه واقل من 26 سنه كمان، ده جزء بيدعمه. لما يضع اسمه في تاريخ كاس العالم كثالث حارس في تاريخ كاس العالم يتصدى لضربتين جزائيتين في بطوله واحده لم يسبق له الا حارسين من قبل، فوضع اسمه بهذا التالق. صد ضربه جزاء من ليونيل ميسي، وصد ضربه جزاء من مهدي طرمي في مباراه ايران، وبالتالي ده طبعا بالاضافه لتصدياته الرائعه في كل المباريات، واخرها مباراه الارجنتين، وخصوصا في الشوط الاول، وقيادته لمنتخب مصر ان هو يوصل للامتار الاخيره من المباراه بتالقه الكبير جدا. انا ما بتكلمش عن تصديات اعجازيه في اوقات حارس بسن صغيره بامكانيات كبيره. صحيح، انت كل الحراس اللي انت بتتكلم عنهم كلهم تجاوزوا ال30، ده لسه كمان عنده بطوله كمان ما شاء الله هيخوضها باذن الله قبل ان يصل الى سن ال30، وبالتالي اصغر حارس يمكن يكون من اصغر حراس البطوله بشكل عام، ولكنه في دور ال16 هو الاصغر على الاطلاق، وعنده الارقام دي. انا بقول لك رقم تاريخي مسجله في ضربات الجزاء والتصديات الرائعه الاسطوريه. احنا من اول البطوله، من اول مباراه بلجيكا واحنا بنتكلم عن التصديات الاعجازيه. تجاوب على السؤال بصراحه، بما انك اشدت في حارس كذلك يستحق الاشاده مصطفى شوبير، والتفوق على والده احمد شوبير. انا قلتها هنا بعد عقد مباراه بلجيكا، وجهت رساله مباشره للكابتن احمد شوبير اللي احنا كلنا كنا بنعشقه، واحد من ابرز حراس في الوطن العربي وفي افريقيا لا جدال في ذلك، ولكن مصطفى شوبير تفوق مبكرا على والده، مش بس كمان مشواره ان شاء الله بنقول ان هو هيتفوق، لا هو من دلوقتي تفوق عليه كابتن شوبير. سامحني مصطفى شوبير، سامحه يا كابتن احمد شوبير، لان مصطفى شوبير فعلا ابنك حارس بامكانيات اسطوريه، ونتمنى ان نشاهده في الدوريات الاوروبيه. اخترت ياسين بونو. نعم. لماذا؟ شوف، حارس المرمى لا تستطيع انك انت تضع العاطفه امامك انك باختيار حارس المرمى، لان حارس المرمى تصديات ومقاييس، ركلات ثابته، ركلات جزاء، كلها مقاييس تظهر امامك، يعني زي ما يقولون الزملاء الارقام. شوف، احنا ليش قلنا انه الحارس البلجيكي الاحتياط انه اسوأ بديل في البطوله؟ مثلا هي الارقام، هو حارس سبب خساره واحده منتخب بلده في كره واحده. احنا لما نقول بونو، انت شوف كيف، خلينا اخذ اخر مباراه امام فرنسا المقاييس كلها والتسديدات والركلات والاشياء كلها كانت امام بونو، يعني كانها تكون مباراه اكثر توجه لفرنسا او الاغلب لفرنسا. من قلل من النتيجه، من وضع منتخب بلاده في محل القدره الى الشوط الثاني، الى منتصف الشوط، الى اخر العام، هو ياسين بونو. اذا احنا امام
حارس يقدم نفسه بشكل كبير جدا، ولن استغرب بل يعني بيكون الا اذا ظهر اعجاز من احد الحراس في نصف النهائي والنهائي، لكن ما زال بونو هو الافضل بكل المقاييس، ليست عاطفه عربيه انه عربي وليست وفقا لشيء اخر. طيب بما اننا نتحدث عن الحراس قبل ان نذهب في اختيار نبيل، العويس قدم كذلك نسخه موندياليه يعني نوعا ما جيده الى جيده جدا، يستحق اشاده في هذه النسخه الموندياليه جدا جدا. محمد العويس شوف عودته من الاعتزال، لانه المملكه العربيه السعوديه او منتخب المملكه عرف انه القيمه الحراس الموجودين لا يرتقون ايش يعني للمنافسه في المنزل. تم استدعاء العويس وهو معتزل دوليا ويلعب في الدرجه الاولى وليس الدرجه الممتازه. عوده العويس كانت حافز كبير لزملائه، حتى انه صارت الامور بالنسبه لنا متميزه. تخيل انه ضد الاورجواي ضد تصديات اعجازيه حارس ممتاز، الى درجه انه الان رجع نادي الهلال اللي تخلى عنه قبل فتره استعاده بمبلغ كبير. اداء في كاس العالم متميز. لو سمحت قبل ما تمرت لي يشهد على نظرات نبيل ان دائما ما تاخذون إثارة كثير يا نبيل. نعم. قبل ما اوصل لك لا ايجاد ما دام انك ذكرت العويس لابد من ذكر ايضا حارس الراس الاخضر فوزينيا في 40 سنه عمل تصديات اعجازيه رائعه. اشاده انا قلت اشاده، لكن وكذلك اداء ان كان للعويس عاد من جديد ولفت انتباه الهلال فوسينا، لفت انتباه ديفيد بيكم وانتر ميامي، ووقع رسميا مع انتر ميامي. وقد تكون فرصه صغيره باب لفرص يعني كبيره في هذه النسخه. نعم صارت اعاده هذه كاس العالم. صحيح نبيل تفضل. شوف شيء اخترت ياسين بونو انت. نعم. ولم تذهب الى احد من تونس او احد من ما فماش عاطفه في كرة القدم، فيش عاطفه في كرة القدم. شوف شيء يدعو للفخر انه نتكلم على بونو وشوبير، يعني شيء ممتاز جدا لكرة القدم العربيه انه زوز حراس عرب احنا حاطينهم من افضل الحراس اللي موجودين. تاكيد لارقام اختيارك في 6 مباريات 19 تصدي، في تحرك برقم كبير تجاوز 100 تحرك، وكذلك تحرك الحارس خارج منطقه الجزاء يدل ان بناء الهجمه كذلك يبدا من بونو، في مميزات كثيره مختلفه لاختيار مستحق لياسين بونو في وجهه نظر وارقام ما نشاهد. سأتكلم بشكل مباشر. بونو احسن حارس في العالم حاليا. بونو؟ نعم. احسن حارس في العالم حاليا. بدون منازع. شوف بونو احيانا في تصديات احسن واقوى واهم من اهداف نفسها. احيانا في حراس يعمل لك تصدي افضل من انه لاعب مهاجم يجيب هدف. اليوم لما تشوف كل المنتخبات اللي تدخل في منافسه مع المنتخب المغربي وتكون باش تلعب ضد المنتخب المغربي، نسمع وسائل الاعلام تاعها الكل مهتمه ببونو اكثر حتى من اللاعبين ومن المهاجمين. المهاجمين اللي يلعبوا ضد المنتخب المغربي اليوم لما يراوا بونو موجود في حراسه المرمى في اخشاب المنتخب المغربي يصيروا يخموا اكثر من مره كيفيه مغالطه هذا الحارس. محظوظ المنتخب المغربي بانه يضم في صفوفه حارس متميز فخر لكره القدم العربيه اسمه ياسين بونو.